شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، شكرا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم يا حبايبي. النهارده هقدم لكم وصفة سهلة وبسيطة. الوصفة دي لإزالة الكرش. انت هتستغربي ان حباية واحدة من التوم ممكن يا جماعة تزيل الكرش. طبعا الكلام ده في ناس كتير هتستغرب وممكن ما تصدقوش، لكن الوصفة دي يا جماعة مجربة. الوصفة دي من قديم الأزل. الوصفة دي وصفة في الأصل وصفة فرعونية. هي عبارة عن كوب ماء مع حبة واحدة من التوم. تاخدي الحبة دي بنقطعها كده شرايح 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 زي ما تبقى كده، زي البرشامة كده، وناخدها ونبلعها على الريق. لازم يا جماعة ناخدوا الوصفة دي على الريق الصبح، ليها فوائد بتبقى أفضل ونتائج أحسن إنها تتاخد على الريق. التوم هو صح ريحته غير محببة، ولكن سبحان الله وتعالى التوم والبصل ريحتهم غير مرغوب فيها، وناس كتير مش بتحب تاكلهم، ولكن هم كمضاد حيوي قوي جدا وفعال للجسم. وكوبايه الميه السخنه مفيده جدا على الريق، بتغسل يا جماعه المعده والكلى، ومفيده خالص خالص. الوصفه دي تستمروا عليها يوميا لمده شهر على الاقل، وهتشوفوا نتيجه انتم مش هتصدقوا النتيجه دي. اللي بحب اقوله لكم يا جماعه ان الواحد لما بيتابع وصفات ما يعملهاش مره او اتنين او تلاته ويقول الوصفه ما جابتش نتيجه. الوصفه تحب الاستمراريه، تحب الاستمراريه. طالما انت عندك مشكله ربنا يعينك ويصبرك عليها، انك انت تستمري، يكون عندك صبر وتستمري. انا ابقى كدابه لو قلت لك بمجرد ما هتاخدي الوصفه دي مره او مرتين او يوم واحد الوصفه دي هتفيدك. لا، الوصفات دائما بتحب الاستمرار. اظن الوصفه سهله وبسيطه وممكن اي حد يعملها. انت طبعا هتضايقك ريحه الثوم، في حاجات كتير تضيع ريحه الثوم، منها ممكن تاكلي ورقتين نعناع تمضغيهم، او تشربي كوبايه شمر. كلكم عارفين الشمر اللي هو الحبوب ده، تغليها او تشربيها، او عودين كرفس. اسفه معلش، اللي هي الكزبره الخضراء يا بنات اللي بنحطها في المحشي والكلام ده. ده بيضيع ريحه البصل والثوم نهائي. فانت كده تتخلصي من الريحه وتستفيدي من فوائد الثوم. فوائده مذهله مذهله مذهله. بينزل الكرش وفي نفس الوقت هيأثر على شعرك ويديكي نتيجه كويسه في شعرك، وبيعمل لك اطاله للشعر ويمنع التساقط. وصفه سهله واتمنى انها تكون عجبتكم، وان كانت عجبتكم تابعونا على القناه، دوسوا على الزر الاحمر تحت الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير. واستودعكم الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، شكرا يا رب.